السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية يوم جديد، ما صورناش بقالنا أيام معاكم. النهاردة التلات وكنا في السوق بقى، وقلنا نعمل شوية حاجات كده. كنت نشر هدوم امبارح هلمها عشان انشر هدوم تانية بتاع النهاردة وادخل على المطبخ ونعمل الغدا. كنا بنعمل غدانا كشري وسردين ومقضين الدنيا. أبو روجي قال ما عندوش تعملي تجيبي سردين تاني في الحر خالص ولا سمك، بس للأسف أنا كنت جايبة سمك النهاردة فهنعمل سمك. نلم الهدوم بقى عشان ننشر الهدوم التانية وندخل على المطبخ. الظهر جدا ومتأخرين، جت من السوق تعبانة نمتلي شوية. صحيت لقيت الظهر فاضله حاجة بسيطة ويأذن. هلم هدومنا واطبقها وعينها كده ونجيب الهدوم التانية ننشرها ونشوف مطبخنا. لا، اما نصلي الاول ونشوف مطبخنا نشوف هنعمل ايه. ويلا خليكم معانا ندخل على المطبخ بقى ونروقه. نشرنا الحمد لله وطبقنا الهدوم الاولانيه وعناها في الدولاب، ونشرنا التانية ومش عارفه ايه. هنعمل حاجات السردين والرنجة ونروق الحاجة بتاعة الفطار ودنيتنا عشان نبدأ نعمل غدا. ربنا يسترها بقى. وابو روجي امبارح ما اتغداش عشان كان في سردين ورنجة. اعمل ايه النهارده؟ نعمل سمك، ربنا يستر ويتغدى. شايفين؟ وجبنا السمك بقى هننضفه عشان نعمله النهارده صينيه. هنفتحه من الظهر، ومحضرين العده بتاعتنا سكينه والمقص. يلا بينا ننضف حاجتنا ونعمل غدانا عشان احنا متاخرين على الغدا. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالمعلقه لبن كده وسمنه، بتبقى جميله أوي غير البطاطس اللي هي بالطبيخ. هنشوف معانا واحنا مع بعض اهو، اشوفكم وهنشوف بنعملها ازاي. انتوا شايفين هنا نضفت السمك وقطع عملته طفحته كده من ظهره وقمت منضفاه وعاملاه عشان اعمله في الصينيه. ونضفت حوضي وانا واقفه. هروح بقى اجيب طماطم اضربها في الخلاط، هعمل لهم هما طماطم بطبيخ عشان ما بيحبوش البطاطس اللي هي باللبن، واعمل لهم هما بطاطس كده بالطبيخ ونضرب الطماطم عشان النور قرب يقطع ونظبط دنيتنا. ويبقى كده دنيتنا النهارده السوق. وهم بيروقوا برا الشقة دبستهم في ترويقها لأنهم كل ما روقها بيبهدلوها. فقلت لهم روقوا الشقة على ما نعمل الحاجة اللي ورايا ونعمل الغدا بقى. وربنا معانا ويعيننا. يوم السوق ده بيبقى تكسير ظهر والله العظيم، وتعب وإرهاق وكل حاجة. يلا بينا نجيب الطماطم نضربها للبطاطس ونعمل الحاجة بتاع السمك. هنعمل لها فلفل وطماطم وبصل وثوم وهكذا. هنا بقى البطاطس اللي انا هحط عليها لبن، وهنا البطاطس اللي انا اعملها بطماطم. البطاطس اللي بتحط لها لبن 3 فصوص ثوم، كمون، فلفل اسمر، اللهم صل على النبي، الملح عادي خالص، وتحط لها شويه لبن وشويه ميه. البطاطس بقى اللي بالصلصه بتحط لها البصلايه، عليها ثوم 3 فصوص ثوم، عليها فلفل اخضر لو حابه، والصلصه زي ما انت حابه، وتسيبها تستوي. ويلا بينا نجيب اللبن ونوريكم هنعملها ازاي. ادي البطاطس اللي انا هحط عليها اللبن. عملت 3 فصوص ثوم وحطيت لها فلفل اسمر وحطيت لها ملح وحطيت لها كمون وحطيت لها سمنه. ودي البطاطس اللي هتعمل بالصلصه، عملت لها بصل، فلفل اخضر، حطيت لها بقى توابلها زي ما انت بتحبي، وحطيت لها حته سمنه. وهنزل هنا باللبن وهنزل هنا بالطماطم زي ما احنا قلنا. احلى والله جميله وجربوها، يعني هتستغنوا خالص عن البطاطس اللي هي بالطماطم. هنا جهزنا الحاجة زي ما انا قلت لكم، اللي بصلصة واللي بلبن. هنولع عليهم ونعمل بقى السلطة للسمك. هنعمل لهم بصل وثوم وفلفل اخضر وحلو قوي كده، ونقوم عاملينه بقى في قلب السمك، ونقوم مدخلينه في الفرن مع الرز المعمر ان شاء الله، بس بعد بعد الرز عشان الحاجة ما تبقاش ريحتها زفارة كده. صفات المية من صفات بقى المية اللي كانت على السمك، واسيبه كده ينشف. وعملته له هنا السلطة بتاعته. قلنا فلفل اخضر، عندك قرن شطة يبقى جميل، عندك بصل، عملت بصلتين، عملت 5 6 طماطمات كده. تعالوا بقى اوريكم حال الست المصرية لما تكون جاية من السوق ومتأخرة على الغدا. يمكن في قنوات بتشيل الحاجات دي، لا. يلا تعالوا بقى نوريكم المطبخ. كل ده هيتشال لما اخلص. هحط بس الرز في الفرن واشيله، وابدأ بعمل الحاجة اللي ورايا، روق ده وروق ده وننظم دنيتنا كده. النور قطع والحمد لله واحنا بنعمل الحاجة.
كده البطاطس نص سوا وهنا نص سوا، وعاوزة اغطيهم ومش فاضية اغطي اساسا. الوقت شلت الحاجات والله من قبل ما احط الرز في الفرن، وشلت الحاجات حواليها كده، واحط بقى اللبن على الرز واوديه الفرن، ونيجي نكمل بقية المعركة. ودينا بقى رزنا المعمر في الفرن. حطينا له طبعا، عملنا الرز وعملنا الزيت وملح وقلبناه على الناشف كده بعد ما غسلنا الرز طبعا، وقمنا حطينا له الملح وزيت، وقمنا وقلبته وحطيت اللبن ودخلت الفرن، وحطيت طبعا طبق استانلس كده في حتة سمنة وحبة زيت على وش الفرن. هنا بقى هدهن الصينية شوية زيت عشان نعمل السمك، ونحط شوية من الصلصة من السلطة بتاعة السمك ونحطه برضو في قلبه. يلا بينا صينية السلطة بتاعتنا. السمك طبعا تحت حطيت زيت زي ما قلتلكوا، حطيت شوية من اللي انا عاملاها، الخلطة اللي انا عاملاها. قلتلكوا طبعا الفلفل الاخضر، طماطم، بصل، توم، وحطيت توابلها، ولازم فلفل اسمر عشان طبعا الزفارة بتاعتها، وحطة يجي كام ليمونة 3، وحطيت شوية تحت، وحطيت السمك، وحطيت سلطة ولادي بيحبوها وانا بحبها جدا، باكلها مع الرز جميلة. يلا ربنا يسترها، الواحد بيتعب بعدها، بس الحاجة اللي انا بحبها باكلها يعني الحمد لله. وكده يبقى غدانا، وربنا يجعلها عامر يا رب في بيوتنا وفي بيوت المسلمين، وربنا يكون مع اخواتنا في فلسطين، وربنا ينصرهم. وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة منكم لينا ولكم بيها من مثل ان شاء الله. يلا بينا بقى نروق الحاجة اللي احنا استعملناها في المطبخ، وهنسيب الحاجات الزفارة للآخر، ونروق الدنيا ونعمل الرخامة بتاعتنا كده. زي ما انتوا شايفين شلت الحاجة، بس لازم امسحها بسلكة برضو فيها شوية صابون معين والقماشة مبلولة. هوريكم بقى البطاطس اللي انتوا بتقولوا ايه ياعة ومش ياعة، ما شاء الله والله جربوها وكلوها كده هتلاقوها احلى من اللي هي بطماطم. الطماطم بتتعب المعدة، القولون ومش عارفه ايه. دي بقى يعني 3 فصوص توم صغيرين كده، عاوزه تحطي فصل توم براحتك. التوم ده يا جماعه اختياري، مش عاوزه تحطيه، بس هو بيدي طعم للبطاطس دي جميله. وحطيت عندي كوبايه لبن كده كانت في التلاجة، العيال مش عاوزين يشربوا لبن، فحطيتها وحطيت كملت ميه وسبتها تستوى. هي دلوقتي ما شاء الله يعني خلاص استوت. عاوزة تحطيها بقى تحت وش الفرن كده، تاخد وش في الفرن بألف هنا. وبرضو الطماطم اللي بصلصة بتاخد وش في الفرن، انت وراحتك، عاوزة تعمليها ماشي، مش عاوزة ماشي. ما شاء الله جمال البوتاجاز بقى. بس بعد الطبيخ هنعمله ونشوف حاجة عشان نحط السمك يستوي هنا على البوتاجاز شوية، وبعد كده نوديه الفرن. بس لما نروق مطبخنا حضنا الأول. روقنا حضنا، غسلنا رقمتنا، والبطاطس اللي هي باللبن الحمد لله استوت خالص اهيت قبل البطاطس اللي بصلصة. عاملة السمك هنا على البوتاجاز الاول يستوي كده نص سوا، وبعد كده ندخله الفرن ان شاء الله، ويمكن نكمل تسويته على البوتاجاز. هنا البطاطس اللي بصلصة. نرقطع بقى، اعذروني، ما تنسوش لايكاتكم واشتراكاتكم وتفاعلكم معانا بالقلب الاحمر كده، والاشتراك الجميل واللايكات وتعليقاتكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كبرونا بنكبر بفضل ربنا ثم بيكم. يا رب تكونوا سبب في تكبير قناتنا، خير الناس انفعهم للناس. نغطي بقى على البطاطس واشوفها الاول سواها عامل ايه. رغم ان انا مولعه عليهم في وقت واحد، بس البطاطس التانية استوت، وديت لقيتها لسه اكنها لحمه كبيره. زودت لها ميه عشان تاخد سواها براحتها، شم ريحه السمك يجنن. حطيت له يا جماعه شويه كزبره ناشفه كده، حطيت له فلفل اسمر، حطيت له كمون، حطيت له ايه تاني، حطيت له ملح وفلفل اسمر كالعاده، ونسيت احط شطه. ممكن احط سنه شطه كده، حاجه ايه تحنط الاكل بس وتفتح نفس العيال اللي مش عارفه مالهم أكلتهم بسيطة. الناس بتقول لما يكبروا ياكلوا ويتهنوا، ياكلوا ويتهنوا يا رب. ربنا يحفظهم. عدل الصينية وظبط دنيتنا بقى. طول ما انت مغطية على السمك هيستوي اللي انت عاملاه، السلطة اللي انت عاملاها. وممكن ايه تحطها في الفرن براحتك، وممكن ما تحطهاش. يعني انا بعمل السمك هنا على الفرن، في ناس ممكن تعمليها في الفرن عادي. يعني انا بحطها على وش البوتاجاز كده وبغطيه، وطول ما انا بغطيه هو بيستوي كله ببعضه، وبكمل سواه في الفرن. وممكن لا، على حسب ايه
الراحة كده. لو الحاجة لسه بدري على الميعاد الغدا تمام، بس انا عشان متأخرة فهكمل سويته على البوتاجاز. البطاطس هنا خلاص استوت، مش هخليها تنشف. هما بيحبوها فيها مية كده، بيحطوها ايه، لازم أن يبقى فيها، يحطوها على الرز بياكلوها. شجعونا بقى بلايكاتكم الجميلة واشتراكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، يا ربنا يجعلكم سبب في تكبير القناة، ربنا ثم انتم. الرز في الفرن لسه الحمد لله وشه خلاص احمر كده، سايبه طفات الوش بقى الفرن من فوق وسايبه الفرن من تحت شغال. خلتهم ينضفوا الشقة، عملوا اوضه الانتريه، حاطين البصل بينشف في البلكونة، مبهدلهنا بقشر البصل. وده فانوس رمضان هندخله بقى ونعينه رمضان الجاي ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بخير. كده يكون غدانا الرز المعمر، السمك، البطاطس. ولو عملت طبق سلطة طبعا مش هياكلوا الطبيخ، وهيعملوا ايه، هينتبهوا للسلطة. فكده غدانا. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، ودعوة حلوة ولكم منا بالمثل يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما النور جه وعملنا سفرة عشان نتغدى، دعواتكم بقى دعوة حلوة. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الجميلة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دي البطاطس اللي انا كنت عاملاها باللبن والثوم زي ما قلت لكم. ودي البطاطس التانية، اعملوها جربوها والله، شوفوا الفرق بين دي وبين دي، وشوفوا انتم معدتكم هترتاح لايه. وقت السمك بقى بالحاجة بتاعته احنا بنحبها، اللي بنسابق التاني على اللي بيحطها على الرز. يلا اتفضلوا معانا ودعوة حلوة لينا، ودعوة يا جماعة لأخواتنا في فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.